نادي الزمالك لا حد يقدر يبتزه ولا يدخلني في مزاج. هو حضرتك بتطفشني يعني من 12 ل 25 يعني 13 مليون دول تمام 2 لعيبه. وبعدين قال لي طب هات لي رغبه الواد، فقلت له يعني انت موافق على التفاوض مع الواد؟ عشان كده انا هوقف الواد. انا مضيت الواد عقود ورغبه، ولو لعب في اي نادي غير الزمالك هوقفه. القصه ان انا لما اقدم العقد بتاع الواد انا برضو بتقرص مرتين. المره الاولى لما خدت الواد ابو ضفيره من حسين لبيب، مش من انا اوقع ايام حسين هباب دون، فهقدم وهقدم ان انت اللي قايل لي تفاوض، يبقى انا عندي فتره السماح وانت اللي مديهالي. ما انا مش تلميذ، انت اسكندراني جامد وانا بشالوشي شبراوي اجمد. عملت ايه؟ قلت له العقد معايا مع الواد، مش هتعزمها معايا العقد. قال لي 25 مليون. قلت له مش من بعد، انا كنت عارض 10 وانت قلت 12، ادفع 25 مليون يبقى انا راجل برياله. الاتفاق بتاعنا من الاول. بقول لك ايه، مروان عطيه اهلاوي، منديل اهو نشف بقى وسحق وطرب. مروان لما بيعه تاني هبيعه لمين؟ للزمالك. وقال لي خليه معايا لغايه يناير او لغايه الموسم يعني شهر 6، وده بتاع الزمالك. وطلع عليه كام. وانا دايما اقول الراجل كلمه وموقف، الراجل كلمه وموقف. وعبد الرحمن الشرقاوي عنده مسرحيه اللي هي الحسين شهيد الحسين، طلب محمد مصلح ايه؟ كان انا عارض 10 مليون. قال لي لا انا هاخد 12 مليون وهاخد اعاره 2 لعيب، من 10 ل 12 مفيش مشكله. هو كلمني خلاص احنا واخدين كلمه. اول امبارح قال لي انا لسه ماشي من عندي محمود الخطيب وواحد اسمه امير، ما اعرفش امير مين، اشتغل معاهم وعدل بتاعه لسه ماشي من عندي. والراجل قال لي انت دعيت على محمود الخطيب، محمود الخطيب ما عادش بيسمح كلام من ده، انا ما اعرفش صح ولا غلط يعني. المهم يعني انا بديك بس على قلت له طب ايه المشكله يعني؟ قال لي الخطيب عارض 25 مليون وبيراميدز عارض 30 مليون والخطيب عارض 25 مليون واربع لعيب. قلت له ده ما كانش اتفاق اصلا. خطيب عارض مغاره علي بابا. وجه الاهلي يا جماعه هنفطر سجق اسكندراني، نتعشى كبده اسكندراني، نتغدى النهارده حواوشي اسكندراني. كل ما هو اسكندراني فهو جميل.